هتصلي عليك منها. مالك يا سرنجة قالب وشك ليه؟ مفيش يا بنت خالتي. يا ابني قول، انا حافظاك وعارفاك من واحنا عيال صغيرة ومش هقول لحد. عارفة زمان وانا صغير كنت دايما بقول ايه؟ انا لما اكبر هساعد الفقراء ومش هخلي حد محتاج. ودلوقتي بقينا احنا محتاجين اللي يساعدنا. معلش يا ماما، اصل شفت كده لقطه يعني فيلم هندي، الراجل يا ستي بياخد 100 طلقه في قلبه وفي دماغه وبيفضل عايش ويفضل يضرب بقى ويحارب الاعداء. 100 طلقه وبيفضل عايش. لقيته بقى فجاه مطلع كده قرن فلفل وبياخد منه قطمه وحدفه على العدو اللي قدامه موته. فانا يعني حسيت بحماس وقلت مفيش مانع ان انا اقلده. لا 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 خلاص. ايه هتعملي ايه؟ بابا بس انا همشي. يا بيت مفيهوش راجل. انا عايز راجل يجيلي دلوقتي. مفيش راجل يعني؟ يا نهار اسود. بابا؟ بابا ايه بقى؟ استنى انا بس هفهمك. ها فهمني. وانا بس يعني لقيت نفسي قاعد لوحدي كده ما بعملش حاجه، وتخيلت يعني ان انا متجوز وعندي بيت بقى ومخلف وعيالي بقى ما بيسمعوش الكلام، فحبيت اشوف يعني انا هبقى مسيطر ولا لا، فعشان كده عملت نفسي مسيطر يا حاج. بس ايه رايك؟ انت بتاخد مصروفك ليه يابا هتحتفل ليه؟ لا اله الا الله. انت بتشمر ليه يابا؟ انت هتصلي العصر. هصلي عليه. هتصلي عليك منها. 3 days later. يعني خلاص يما من قله المطبخ عندنا. ما احنا عندنا مطبخ طول بعرض قد الصلاه دي مرتين ثلاثه. حضرتك يعني تعملي لسه في نص الصلاه. انا مش مسامحك يما. يا ماما انت كده قطعتي تحت الارواح الشريره. هنادي ابوك. لا 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 مفيش داعي انك تنادي بابا. بصي خليكي واقفه زي ما انت وشوفي انا هعمل ايه، هفاجئك ماشي؟ يلا ما تقاطعنيش تمام؟ اخرجي يا ايها الارواح الشريره. استنوني الفيديو اللي جاي.